20 نقطة وفي الأماكن المهددة طبعا بالعودة إلى الدوري الممتاز. نفط ميسان 32 نقطة في المركز 12. وحكمنا الدولي الواضح بالصورة، حكم الدولي علي حسين علي، دولي 2024 محافظة النجف الأشرف. طبعا هو دكتوراه تربية بدنية وعلوم الرياضة. نفط البصرة صاحب الأرض والضيافة للزي الأبيض، بينما نفط ميسان بالأخضر. بداية اللقاء وصافرة الحكم الدولي علي حسين علي، وبداية اللقاء لحساب الجولة 25 من دوري نجوم العراق موسم 24-25. نفط ميسان بالأخضر على يمين الشاشة بضيافة نفط البصرة اللي يرتدي اللون الأبيض. إكرام الضيف نفط ميسان ومدربه علي عبد الجبار. يلعب نفط ميسان حسن نجم بحراسة المرمى، خط الدفاع محمد سعيد، الكسندر يولي، حسين مطر ومصطفى محمد جبر. بالوسط ديمي داوود وماثيو وسجاد جبار وكذلك علي لطيف، بينما في المقدمة أوكيكي وعلاء سعد. هكذا يبدأ السيد علي عبد الجبار مدرب فريق نفط ميسان، بينما نفط البصرة ومدرب السيد سالم نيروز. نفط البصرة يلعب بمجتبى محمد بحراسة المرمى، هناك حسين فلاح بخط الدفاع، جوزيف أونجا، كرار جمعة، حسين عباس. في الوسط حميد توريه، صادق زامل، اياد عبد فرحان، حسام مالك، كاكاو وعلي خليل. وفي المقدمة التوغولي هداف الفريق اسماعيل اورو. كرار يلعب الكرة نفط البصرة، راجعة هذه المرة سنغالي داوود. تمرير الآن، محاولة خطرة من علي لطيف، قطع الكرة وخطأ. تسلل على نفط ميسان. فريقين ما حققوا الانتصار بالجولة الماضية. نفط البصرة تعادل مع القرمة سلبيا، ونفط ميسان تلقى خسارة كبيرة أمام الشرطة في ميسان 0-4. السلامة بالسلامة للاعب فريق نفط البصرة. اللقطة الماضية كان اسماعيل اورو مع مدافع فريق نفط ميسان. جماهير نفط ميسان. هنا علي عبد الجبار موسم ثاني مع فريق نفط ميسان، مع المساعد دكتور ضياء سالم وخالد عطية مدربا للحراس، والدكتور مصطفى جاسم مدربا للياقة البدنية. كان معاهم مخلد علي في المرحلة الأولى. سلامة لحسين مطر، لكن مخلد علي ترك الفريق. علي عبد الجبار أشرف على تدريب نادي القاسم. هذا اسماعيل اورو توغولي 6 أهداف لهذا اللاعب. سجل على الكهرباء هدفين، وعلى الطلبة والحدود ونوروز وزاخو.
الكسندر يولي بالوسط. علي لطيف أتى من الصناعات الكهربائية، عنده 3 أهداف هذا اللاعب، سجل على الكرخ والقاسم وكربلاء. بالنسبة لعلي لطيف، الكسندر يولي بالوسط، ماتيو لسجاد، محاولة كانت أوكيكي، قرار يلعب الكرة. جوزيف أونجا بالوسط، تقطع الآن الإبعاد، قرار جمعة، كرة تصل لماتيو. علي اللطيف قريب جدا، والخطأ هذه المرة خطأ على صادق زمن، لعب للشرطة بفترة من الفترات هذا اللاعب. لقاء المرحلة الأولى في مدينة ميسان انتهى لنفط ميسان بهدف لأوكيكي، وأوكيكي موجود بالمباراة. هذا سالم نيروز، شقيقة لاعب سابق مميز على نيروز، واحد من نجوم الطلبة. بينما هنا مصطفى محمد جبر، تسديد القوية، اللاعب اللي سبق أن مثل الزوراء والقوة الجوية. مجتبى أمامية الكرة، نفط البصرة، المحاولة القطع من نفط ميسان كانت من السنغالي داوود. راجع الكرة بالوسط، اياد عبد فرحان سبق اللاعب للميناء ولاعب لنوروز، محاولة والخطأ، حرة مباشرة على سعد، 5 أهداف. بينما حسين عباس، شوف الخطأ على اللاعب القادم من النفط حسين عباس. حرة مباشرة على سعد، نفط ميسان، 5 أهداف لهذا اللاعب. نفط ميسان حاول حكم والتوجيه. حسب هذا الحكم 19 مباراة بالدوري أدارها كحكم وسط، لكن أدار مباراة واحدة للفريقين، نفط البصرة مع الزوراء والتعادل 0-0، ونفط ميسان والطلبة انتهت لنفط ميسان بهدف للاعب علاء سعد. علاء يلعبها عالية لنفط ميسان، تقطع الكرة، محاولة ابعاد هذه المرة، راجعة من الكسندر يولي، لاعب ليفواري، لاعب للحدود، حسن نجم، عالية، داوودة، ديمي داوودة، 4 أهداف لهذا اللاعب. عاد بن صادق، راجع لمحمد سعيد، نفط ميسان، التمريرات، داوودة، ديمي داوودة، خطأ هذه المرة على اللاعب جوزيف أونجا. اللاعب النيجيري. أفضلية لنفط ميسان في بداية هذا الشوط. ديمي داوود 4 أهداف، سجل على نوروز والشرطة والكرخ والحدود. عالية الكرة لنفط ميسان، الله، كرة خطيرة، الإنقاذ من مجتبى محمد إلى الركنية. داوودة، ركنية الآن، عالية الكرة، مصطفى محمد جبر، ابعاد لي الكرة، راجعة مرة أخرى، محاولة من اللاعب ماتيو، اللاعب النيجيري، اللاعب اللي مثل الميناء. ركلة مرمى، ضغط من فريق طبعا
نفط ميسان على فريق نفط البصرة. شوف في 22 لقاء جمع الفريقين. متى كان التعادل السلبي؟ حصل في لقاء وحيد، وكان في موسم 2017. لذلك 8 لقاءات للفريقين. هجوم الآن خطيرة، قوية جدا من إسماعيل أورو. كانت التمريرة جيدة من اياد عابد فرحان لنفط البصرة. بعد الكرة من محمد سعيد هي الوسط. سجاد قريب، حسام مالك حاول يلعب الكرة. كاكاو عنده هدفين في الدوري على اربيل والحدود والخطأ. خطأ هذه المرة والبطاقة على اللاعب جوزيف أونجا لاعب نفط البصرة. في الوسط ماتيو لسجاد جبار. نفط ميسان يحاول تقطع، لا يعيدها. مصطفى محمد جبر يعيد الكرة إلى الإكسندريولي في الوسط. سجاد مع ماتيو. سين مطر. ماتيو إلى الإكسندر يولي. نفط ميسان التمريرة عالية، المحاولة القطع من حسين فلاح. اياد يحاول، عابد فرحان قطع للكرة. تيمي داوودة ابعد من اياد والى التماس. كان انتصارات لنفط البصرة مثلها لنفط ميسان. التعادل حضر 6 مرات، لكن التعادل السلبي لقاء وحيد في 2017 من اللقاءات ال 22. طالت الكرة زين عباس راجع الكرة. جوزيف أونجا أمامية والتماس. حسام يلعب الكرة في الوسط. حميد توريه كرار عيد الكرة لحميد. راجعة من علي خليل. حاول اسماعيل أورا. قطعة الكرة التمريرة من علي لطيف. داوودة نفط ميسان محاولة خطيرة تمويه، لكن القطع من علي خليل لاعب اللي سبق أن بث الطلبة. 4 أهداف لعلي خليل مع نفط البصرة. سجل على الكرخ ونوروز والحدود والقوى الجوية. كرة بها الوسط ماتيو مع سجاد. مصطفى محمد جبر. نفط ميسان عملية تحضير. آخر مباراتين لنفط ميسان خسرها في ميسان. خسر من الكرخ 1-2 ومن الشرطة 0-4. لكن نفط البصرة آخر 5 مباريات لم يحقق الانتصار بالنسبة لفريق نفط البصرة، ولم يسجل أي هدف. يعني 5 مباريات، تعادل 3 مرات سلبيا مع النفط كربلاء القرمة
وخسر مرتين نفط البصرة، من الكرخ 0-1 ومن الطلبة 0-2. كرة اللعب، نفط البصرة قطع للكرة، علي خليل، تمريرة حسام مالك، اسماعيل اورو، طالت الكرة. اهداف الفريق ب6 أهداف. هذا اللاعب التوغولي. نفط البصرة والرقم السلبي، يعني 5 مباريات وعندك 17 دقيقة من لقاء الحدود اللي هو آخر فوز للفريق كان في شباط من هذا العام. يعني تتحدث عن 467 في 15 الآن 482 دقيقة، ونفط البصرة صائب لم يسجل. رقم سلبي كبير على فريق نفط البصرة. خلي نشوف وننتظر، قد يسجل في هذا اللقاء. حسين عباس، اسماعيل اورو في الوسط، علي لطيف، تقطع الكرة إلى أياد. أياد عبد فرحان، لكن قطع من فريق إبعاد من كرار. أورو مع يولي، والإبعاد من محمد سعيد بالوسط. صراع الآن أوكيكي، والخطأ على كرار جمعة. هذا أوكيكي أفولابي، اللاعب النيجيري سبق مثل النفط بفترة من الفترات، صاحب الهدف الوحيد طبعا في لقاء المرحلة الأولى، لقاء اللي يقيم في ميسان، وانتهى طبعا لنفط البصرة بهدف لأوكيكي. الصدارة للزوراء 52 نقطة. دوق قدم الخدمة للزوراء وتغلب على زاخو اللي بقى بالمركز الثاني ب49 نقطة. شرطة ثالثا ب47 نقطة مع مباراة مؤجلة، والقوى الجوية رابعا ب41 نقطة. كرار جمعة، نفط البصرة أمامية في الوسط، عرى مباشرة وخطأ. حسام مالك، كاكاو لاعب للميناء، أقدم لاعبي فريق نفط البصرة. بالمناسبة نفط البصرة تأسست في السبعينيات، يعني وكان اسمه نفط الجنوب، تغير إلى الرميلة وبعد ذلك عاد إلى نفط الجنوب، ثم في موسم 20 سمي بنفط البصرة. نفط البصرة أقدم من نفط ميسان بالدوري الممتاز، على اعتبار لعب باسم نفط الجنوب في موسم 2004-2005، وأول مباراة للفريق كانت مع الشرطة في ذلك الوقت وخسرها 1-5. سامة الستار صاحب أول هدف طبعا لنفط الجنوب بالدوري الممتاز، بينما أهداف الشرطة كانت هاشم رضا، 2 بشار سعد، عمار أحمد، وتيسير عبد الحسين. بينما نفط ميسان كان في أول موسم بالدوري الممتاز كان في 2009-2010. عندي النفطية
الأقدم تمثيلا طبعا من الأندية النفطية في الثمانينات، النادي الأم النفط بغداد. كان هناك نفط الوسط اللي يعاني الآن في دوري الدرجة الممتازة. أول مشاركة لهذا الفريق أحرز الدرع في 2014 مع عبد الغني شاد، لكن هو الآن يعاني حتى في الدوري الممتاز. نفط الوسط استعان طبعا بخدمات الدولي السابق خالد محمد صبار لتدريب الفريق وانتشاله، وعلى الأقل بقائه في الدوري الممتاز. كرار يلعب الكرة، حميد توري أمامية، تماس الآن لنفط البصرة، محاولة والخطأ. هذا حسام مالك، كاكاو، نفط البصرة، تمرير الآن سيف فلاح يلعب الكرة، تمرير الآن، حاولت التسديد لكن إذا ركلتها. حاول حسام مالك، أول لقاء جمع الفريقين موسم 2009 انتهى لنفط البصرة. حسام آخر هو من سجل يوم حسام كاظم بهدف، بينما آخر لقاء المرحلة الأولى كان بهدف لنفط ميسان وكيكي أفولات. كرة بها الوسط، حميد توريه يلعب الكرة، اياد تقطع الكرة، كرار يحاول، اوكيكي قريب، تمرير مع داوودة من هناك وحرة مباشرة وخطأ وبطاقة، بطاقة صفراء على حسين عباس لاعب نفط البصرة. حرة مباشرة لنفط ميسان، على سعد، تنبيه من الحكم الدولي علي حسين علي. تسديدة، محاولة جيدة كانت لنفط ميسان، طريق على سعد، لاحظ التصويب والتجريب. اوكيكي افولابي نفط البصرة طبعا ثانية أضعف خط هجوم بدورينا، 16 هدف فقط بعد كربلاء، هو أضعف خط هجوم ب 14 هدف من الشرطة وزافو أقوى ب 42 هدف. علي لطيف لنفط ميسان، التمرير تقطع هذه المرة، علي خليل انطلاقة، اسماعيل أورو في صراع مع مصطفى محمد جبر إلى التماس. هذا اسماعيل أورو حسين عباس لنفط البصرة،
يلعب الكرة، عاد من مصطفى، راجع لي علي خليل، قطع من علاء، اوكيكي والخطأ وحرة مباشرة لنفط ميسا. اوكيكي افولابي اللاعب اللي سبق ان مثل النفط في الصراع مع صادق زامل. فريقين عندهم مباريات مؤجلة. نفط البصرة عنده مباراة مؤجلة مع الشرطة في بغداد، ونفط ميسان لديه مباراة مؤجلة مع دهوك. كل يعلم بسبب ارتباط دهوك في البطولة الخليجية والوصول للمباراة النهائية لمقابلة القادسية الكويتي في نيسان المقبل إن شاء الله. التوفيق لصقور الجبال لممثل الوطن. حسن نجم، الكسندر يولي، مصطفى محمد جبر يلعب الكرة، ماتيو مع الكسندر يولي، قطع من حميد توريه الوسط، خطأ هذه المرة على سجاد جبار، عدم الرضا من علي عبد الجبار. لاحظ بهذه اللقطة يبقى القرار للدولي علي حسين علي. كرة اللعب تمريرة من تصل إلى داوودة، ديمي داوودة في صراع مع أونجا. ديمي داوودة لنفط ميسان جهة اليمنى يبحث عن زميل لمصطفى، راجع الكرة لعلاء سعد، علاء يحاول التمرير، كيكي القطع من كرار لحسين عباس. هجوم الآن، محاولة قريبة لكن تقطع الكرة من حسام مالك كابتن نفط البصرة. التحضير لا صادق زامل، سيم فلاح تمريرة خطيرة خطيرة خطيرة، الله! أثمن فرصة في المباراة وفي الشوط. اسماعيل أورو التوغولي في فرصة بانفراد سهل جدا، لكن التألق حسن نجم، انفراد مع الحارس، وكانت الفرصة لتسجيل هدف أول لنفط البصرة على الأقل، يعني يكسر الصمت والصوم التهديفي. يعني ممكن أن يفطر بعد مرور أكثر من 495 دقيقة. المباراة السادسة، 5 مباريات لم يسجل، وقبلها 17 دقيقة، والآن 28 دقيقة، ونفط البصرة لا يسجل ولا يحقق الانتصار. تقطع من محمد سعيد، علي عبد الجبار، هذا حسين فلاح لاعب نفط البصرة، لاعب للقوى الجوية، قطع للكرة ماثيو، سجاد يعيدها لمحمد سعيد، تقطع الكرة من اياد،
اياد اياد وتصل لي حسن نجم حارس جيد طبعا في فريق نفط البصره، اكثر من 12 سنه مع نفط ميسان. بالنسبه لي حسن نجم تمرير الان علي اللطيف في الوسط، راجعه الى محمد سعيد، غير على سعد من الجهه اليمنى الى الجهه اليسرى. حسين فلاح نفط البصره، قطع من حسين مطر في الوسط، ماثيو نيجيري، تمريره قراءه جيده كانت من حميد توريه. انطلاق الان صراع علي خليل، حاول علي تمريره عادل لحسين مطر و اياد عبد فرحان لعب الكره، داوود تماس لنفط ميسان. هذا اياد عبد فرحان لاعب سابق للميناء وجاء لنفط البصره من نوروز، بينما هناك كركه وحسام مالك. يشير باستمرارية الحكم محمد سعيد، تماس لنفط البصره، ماثيو لاعب النيجيري، اللاعب اللي سبق ان مثل ميناء هذه اللقطه الماضيه. مهدد طبعا نفط البصره بالمركز 17 مع كربلاء مع ديالا مع الحدود. يحاول نفط البصره من خلال هذا اللقاء نقاط الثلاث ومغادرة الأماكن المهددة بالهجوم. هذا أونجا، جوزيف أونجا، كرة اللعب صادق زامل لحسين فلاح لنفط البصرة، محاولة اياد، ساعة لعب فريق نفط ميسان. نفط البصرة يحاول اسماعيل اورو، راجع الكرة لحميد تورو، اونجا اورو، اياد حاول ابعاد لالكسندر يولي وتصل لمجتمع. حميد توري تقطع الكرة، محاولة تماس مصطفى محمد مع علي لطيف، اوكيكي اوفيلابي الى محمد سعيد، وصلنا الى الرقم السابع. دقيقة ونفط البصرة لا يسجل. المباراة السادسة على التوالي. اياد عبد فرحان حاول نفط البصرة التمريرة، صادق التحضير، القطع، راجع لحسين فلاح في نفط البصرة. هذا جيمي داوود
صادق زامل لاعب نفط البصرة بالصورة. شوف الصراع مع داوودة. كرة بالوسط، حسين يحاول في هذه اللقطة من هناك، تمريرة حسام مالك خذوات، حاول خطرة لكن يبعد من نفط ميسان. علي لطيف والتمريرة، داوود قريب، خطأ حرة مباشرة لمصلحة السنغال أو للنيجيري. طبعا ماتيو في صراع مع صادق زامل. حرة مباشرة حلوة لهذه الجماهير، جماهير نفط ميسان أتت من ميسان إلى البصرة لمؤازرة فرسان المملكة. نفط ميسان عالية الكرة وتصل الحارس مجتبى محمد، أمامية من مجتبى. انضم مع الكادر التدريبي لنفط البصرة. طبعا هو سالم نيروز خلفا للكرواتي اندريه بنتش. انضم معهم المدرب عماد عودة، المدرب السابق طبعا لنفط الجنوب كان يسمى ونفط البصرة. معاهم اكرم صبيح مدرب للحراس، وسعد كريم المشرف، والنجم الطلابي السابق على نيروز هو مدير الفريق. سيل مطر نفط ميسان الكسندر يولي ليفواري اللاعب السابق للحدود على يلعب الكرة. عاد من كرار جمعة حاول الآن ديمي لمصطفى محمد جبر، خطيرة الله، جول! يا لطيف يا لطيف يا لطيف لنفط ميسان. الفنان 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 علي لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف على هذه الكرة. لاحظ التحضير باليسار، الله 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 الله. واحد من الأهداف الجميلة بدورنا عن طريق، شوف التحضير صعبة جدا. آية من العمارة للبصرة. نفط ميسان يسجل عن طريق علي لطيف ويصل إلى هدف الرابع بدورينا. سجل على الكرخ والقاسم وكربلاء. هدف أول، هدف أول، يا لطيف. حلوة لي علي لطيف اللاعب القادم من الصناعات الكهربائية. أول لنفط ميسان. راح نشاهد مباراة جيدة على اعتبار نفط البصرة يحاول أن يعدل، نفط ميسان يريد أن يعزز. صادق زام يريد الكرة لكرار جمعة، حميد توريه، حسام مالك، تحضير علي خليل مع اياد. نفط البصرة، نفط البصرة حاول أن يعدل قبل نهاية الشوط.
راجع الكرة لمجتبى، حارس مرمى نفط البصرة لا يتحمل واحد من الأهداف الجميلة في دوري. أوكيكي محاولة تصل لمجتبى، يلعب الكرة صادق زامل، قطع جيد من سجاد، راجع الكرة حسام مالك، حاولت التمرير، القطع من علي لطيف، تمريرة الفكرة حلوة كانت صعبة بعيدة. 40 دقيقة يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان. الديربي النفطي في البصرة، التقدم لنفط ميسان على نفط البصرة بهدف لعلي لطيف، اللاعب اللي معاه الكرة، تمريرة مع ديمي داود، التغيير إلى الجهة اليمنى، حاول على السعد، حاول من على نفط ميسان، ينتظر على التسديدة لكن بعيدة إلى ركلة. اسماعيل الاورو، سير مطر يقطع الكرة بالوسط، ماثيو راجع لمصطفى محمد جبر، جرار قريب في صراع مع اوكيكي، حميد توريه، حسام يلعب الكرة، حاول عياد، قراءة ممتازة وقطع من الكسندريولي بالوسط، جوزيف اونج، عياد عبد فرحان الجهة اليسرى، حسين عباس نفط البصرة يحاول أن يعدل إلى عياد، عاد من الكسندريولي راجع الكرة، هذا صاحب الهدف حقيقي لطيف، سجاد جبار بعيد الكرة، الكسندريولي لحسين مطر، نفط ميسان، اوكيكي راجع لي سجاد على شوف على الارض، تمريرات نفط ميسان، راجع من حسين مطر لحسن، سنجم وكرة إلى تماس، هذا حسين عباس، الكرة إلى تماس الكرة لنفط ميسان، جماهير نفط ميسان فرحة بالهدف لغاية الآن. كرة اللعب، محاولة قطع من كرار جمعة، محاولة قريبة، مصطفى يبعد الكرة، اياد قريب، تمرير، حسام يحاول، نفط البصرة، عاد من الدفاعات تصل لي على سعد لسجاد، حاول يمر سجاد جبار، مصطفى أمامية، سيف فلاح يلعب الكرة، انطلاقة هذه لبرا، صادق زامل الكرة إلى حسين، نفط البصرة، التحضير من اياد،
حاول يلعب الكرة، تمرير اسماعيل اورو لحسين، اسماعيل اورو تقطع الكرة، سنغالي داوودة لنفط ميسان، حاول بالكرة من هناك لي على سعد، تحضير ماتيو لعلى، راجعة لمصطفى. شوف يحاول طبعا نفط ميسان الاحتفاظ بالكرة لفترة أطول، وإنهاء الشوط الأول بهذا التقدم. حسين عباس، جوزيف أونجا، صادق، دقيقتين كوقت بدل ضائع. سنلعب لغاية الدقيقة 47. التقدم لنفط ميسان بهدف عن طريق علي لطيف. سيم فلح لنفط البصرة، كرة اللعب تمرير الآن اسماعيل اورو حسن نجم والخط. سلاما لحسن نجم حارس مرمى فريق نفط ميسان. لاحظ في هذه اللقطة صراع مع اسماعيل اورو اللاعب التوغولي. المباراة القادمة للفريقين طبعا نفط البصرة في مباراة صعبة في بغداد، سيلاقي القوة الجوية، لكن حلوة لهذه الجماهير، جماهير ميسان مؤازرة ل شافك يا ضيح هاي فرسان المملكة. ما تصعبون، انا ما توقعت انه بالجول بالعفو صدق ما توقعت. بينما نفط ميسان سيضيف الكهرباء لحساب الجولة 26. هذا الهدف علي لطيف بهدف جميل لنفط ميسان. فرحة حسن نجم لاعبي فريق نفط ميسان بالتقدم بهالهدف. 4 أهداف لعلي لطيف في دورنا، وسجل على الكرخ والقاسم وكربلاوي يسجل. نطلع من شكرا حكم الدولي علي حسين علي. حسين مطر لنفط ميسان، حرة مباشرة أمامية الكرة، على في صراع مع علي، تماس لنفط البصرة، تلعب تصل للاعب جوزيف، صادق زامي عيد الكرة لكرار اللاعب جوزيف، اسماعيل اورو، حسين عباس مع اسماعيل، محاولة سام مالك لا ما مرت. نفط البصرة يحاول، ساعة لعب فريق نفط ميسان، تلعب الكرة، سيف فلاح عالية وتصل لي حسن نجم حارس مرمى فريق نفط ميسان. علي عبد الجبار مدرب فريق نفط ميسان، تقدم بهدف على حساب نفط البصرة في شوط المباراة الأول. على التدخل صافرة الحكم الدولي علي حسين علي،
تنهي أحداث شوط المباراة الأول طبعا بتقدم فريق نفط ميسان على حساب نفط البصرة بهدف. الهدف سجل عن طريق اللاعب علي لطيف بعد الاستراحة، وسنلتقي مجددا لتكملة أحداث الشوط الثاني. إلى اللقاء. ينطلق كرار، ممكن المهارة من كرار، يحاول يسدد هيليو والضغط على كرار، ينتظر كرار، يهيئ داخل منطقة الجزاء حميد الطائي، ممكن الميناء داخل منطقة جزاء أربيل، يلا يا حميد داخل منطقة الجزاء، وكرار جعفر يفعلها ويسجل، كرار جعفر يفعلها ويسجل الميناء. السفانة بهدف قاتل في مرمى أربيل، السفانة بهدف قاتل في مرمى أربيل. الميناء يسجل في مرمى أربيل، الميناء يسجل في مرمى أربيل بهدف جميل عن طريق الصغير الماكر كرار جعفر، يسجل في مرمى أربيل بهدف قاتل فعلها الميناء، فعلتها السفانة في هذه اللحظات بهدف عن طريق كرار. لاحظ الإعادة، لاحظ حميد الطائي مرر كرة جميلة لكرار غير متسلل كرار ويضعها على يمين حارس المرمى دولوفان مهدي. يسجل الآن فريق الميناء عن طريق كرار جعفر هدف جميل في مرمى أربيل ليعلن عن هدف قاتل في هذه اللحظات. تلعب عالية، لفة ممتازة في منطقة الجزاء، متابعة، الله، جول للكناري، جول للكرخ، وجعفر وسط الأمطار يسبح في استاد الكرخ، يسبح في استاد الساحر. أحمد راضي وجعفر عبيس يطوف يغوص يحاول يسجل، وكور يحيي كرة ذاهبة إلى خارج أرضية الملعب، ولكنهم الكرخ، ولكنهم الكناري، ولكنهم في أوج عطائهم. تجد الشباب حاضرة. هذه كرة من يونس غني أرسلت من دون أوفسايد، الأولى لعبت، الثانية وصلت، والمحاولة في الجول. الهدف شرعي، الهدف من غير أوفسايد، لا أوفسايد، نو أوفسايد، والكرة في المرمى. رأسية أولى، متابعة ثانية، والكرة بالمباشر في الجول. هذه رأسية عمر وصلت إلى من؟ وصلت إلى بنيامين، الكور إلى جعفر، والكرة وهدف أول، وإيقاف المتصدر مهما قد يفعلها عبد الجبار. من جانب لاعبي زاخو تترك الآن إلى من؟ إلى أحمد ياسين. أين ناصر؟ هذا ناصر محمد، الله، اليماني يحضر الآن، يعيد زاخو إلى التعادل. المتصدر لا يتعثر، لا يخسر، يعود إلى المباراة بصدمة كبيرة في الكرخ، بصدمة كبيرة. هنا جمهور زاخو، هنا الانفعال، هنا هستيريا في المدرج، هنا عودة أبناء الخبور. لاحظ الكرة وصلت عالية من دون أوفسايد، تركت لمن؟ تركت للأسود. هذا الأسود وضع الكلمة، أثر الصندوق موجود، أثر الصندوق الأسود موجود، حاضر في أرضية الملعب. لذلك الهدف قادم
والهدف واتى، وصلت إلى ناصر، كنترول عالمي، قراءة رائعة، وشاكر يتفرج. هذا الكنترول سوبر من ناصر، وتسديدة سوبر، وسوبر ناصر يعيد زاخو إلى المباراة، يعيد زاخو إلى التعادل. أبناء الخابور عن طريق السوبر ناصر محمدو. العراق بعد أن وصلت الكرة وعدت هناك بنقلة تمريرة، وصلت الآن جول. هذا هو التقدم، وهذا هو الهدف الأول. انتظروا كثيرا، ومنتظر عادل الذي لا يطيق الانتظار جاء بهدف للكهرباء، وعادت الكهرباء لتشعل أجواء المباراة، لتضيع المباراة وملعب المباراة بهدف من الشقيق الأصغر إلى الشقيق الأكبر. هناك الأسيست كان من عباس عادل لأحمد عايد، شاهد عايد لمنتظر عادل، والهدف الأول الصناعة من أبناء عادل لأحمد عايد ومنتظر عادل، وضعها في المرمى. أعطني اللقطة الأولى من عباس عادل لأحمد عايد، وصلت لأقدام منتظر عادل ليسجل ويعلن عن أول أهداف المباراة لنادي الكهرباء بهدف أول. نعم، بالهدف الأول بسرعة البرق أضعها وأسكنها الشباك. الدفاع للحفاظ على نتيجة المباراة. هذه كرة بالراس تتخلص وتعود هناك بنقلة مضت بوسط ملعب المباراة عند اللاعب وولغا رونالد بهذه الكرة لتعود هناك بنقلة، لا بتصويبة مضت ممكن التعادل. جول! يأتي هدف التعادل، لويس بهاما يسجل هدف التعادل لنادي ديالا للكتيبة البرتغالية. تعدلت الأمور، تعدل المزاج البرتغالي لديالا لمدينة البرتغال. يأتي هدف التعادل من البديل. هذا المرور كانوا يظنون بأنها تسلل، لكن لويس بهاما لن يقف مكتوف الأيدي ويتحرك بسلاسة ليعدل الأمور لمصلحة نادي ديالا ويسجل هدف التعادل بالمباراة في الوقت القاتل. يأتي هدف التعادل عن طريق البديل، لويس بهاما يسجل هدف التعادل لنادي ديالا. هي مباراة بكل تأكيد يعني مباراة صعبة على الزوراء، ولكنها ليست مستحيلة، وصعبة على النجف ولكنها ليست الله ليست مستحيلة، ليست مستحيلة على الزوراء، ليست مستحيلة على النوارس. جول! سجل الزوراء. إنها أيام العودة يا زعيم، إنها أيام العودة يا زعيم. العودة والحنين إلى الماضي أمر حتمي، أمر حتمي. عودة الزعامة، عودة الزعامة، عودة السيادة يا سادة. اي نعم، اي نعم، اي والله، اي والله، بهكذا طريقة، بهكذا طريقة. الله 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 على الهدف الجميل. يوه يوه أرضية الملعب. إبراهيم توميو يحاول أن يمر، بعد ذلك الكرة فيها عودة وسرهان. حكم المباراة صفر أو لا، صفر أو لا، صفر ربما، أو جول ثاني، جول ثاني يحتسب لمصلحة الزوراء. سرهنج محسن في اللقطة الماضية، والكرة مرت إلى داخل الشباك ليتقدم الزوراء. يحتسب الهدف. اللاعب والعودة لحارس المرمى
وبعد ذلك حارس المرمى اللي كان يعني يحاول ابعاد الكرة. شوف 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 الإعادة، ابعاد خاطئ كلف الفريق هدف ثاني، يكلف الفريق هدف ثاني لمصلحة الزوراء. شوف الكرة، هذه الكرة اللي نقول عنها غدارة. باز علي يتقدم، علي سدد، جول الله، سجل النجف، سجل النجف. قوية في قلب المرمى، قوية في قلب المرمى، قوية في وسط المرمى. كرة ملعوبة لشريف، عالية الكرة ترسل للأمام والضربة الرأسية والمحاولة مستمرة. الله، ظهر التنزاني سايمون مسوفا سجل للطلبة. يتقدم الطلبة بأول أهداف المباراة بكرة يسارية في وسط المرمى ليتقدم الطلبة. سجل الطلبة أول أهداف المباراة في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول. سايمون مسوفا صاحب الأهداف الأربعة يسجل هدف الخامس من خلال هذا الموسم، وبالتالي هدف مقابل لا شيء عن طريق التنزاني سايمون مسوفا. شوف الكرة بدأت من شريف أرسل الكرة عالية، وبعد ذلك لؤي الهاني، ومن ثم مرت على لاوندي، ولكنها ما مرت على الأسمراني، ما مرت على الأفريقي، ما مرت على التنزاني، ما مرت على سايمون، ما مرت على مسافة، وبالتالي يتقدم بأول الأهداف للأنيق للطلبة. هدف مقابل لا شيء الآن. 5 دقائق. هنا الكرة تخطف من قبل مهدي كامل، مهدي تقدم، مهدي تمريرة، سايمون للثاني، الله، جول ثاني، هدف ثاني لأنيق العاصمة، هدف ثاني لأنيق العاصمة. إنها العودة التي ستكون أقوى بلا شك. انتظروا عودتي بعد الغياب. نحن فريق الأمس واليوم وغدا. نعم، هكذا هي العودة، وهكذا هي المباراة، وهكذا هي الأهداف سجلت. وهنا هدف قاتل للمرة الثانية. يظهر لنا الأسمراني، يظهر لنا التنزاني ليسجل ثاني الأهداف. سايمون مسوفا، وسايمون يسجل 6 أهدافه من خلال هذا الموسم. شوف سايمون يحتفل بهذه الطريقة. 0-0. هنا محاولة، محمود يحاول يعدي، يبحث عن كرة عرضية، وهذا علاء بالروس، جول لأومارو، رأسية جميلة لصقور الغربية، ارتقاء جميل ورائع ليوسف أومارو اللي يسجل أول أهداف المباراة. فرحة الجماهير وفرحة السيد أحمد خلف بهدف ولا أروع لهذا اللاعب يوسف أومارو بعدما سجل في مرمى القوة الجوية ونوروز. ها هو يسجل الآن في مرمى الحدود. هدف رائع جدا، هدف جميل. شوفها بالإعادة، علاء الدين، كرة عرضية رأسية، يا سلام يا سلام. شوف علاء وضعها على رأسه، وبالتالي خلاها في الشباك ليسجل أول أهداف المباراة. 1 القرمة لا شيء الحدود. نعم، بهذه اللقطة، بهذا الارتقاء للأسمراني يسجل يوسف أومارو. محاولة الانطلاقة لمصلحة علاء، ينقل له كرة، يبحث عن المنطلق. هذه خطيرة، محمود، يا سلام. هذا
هذا اللي اشترك في شوط المباراة الثاني. نعم، محمد عدنان دوحي يسجل لمصلحة القرمة ثاني الأهداف، وهذه فرحة دوحي وفرحة الجماهير بعدما سجل في مرمى الشرطة وكذلك الحدود ونفط البصرة والميناء. يسجل الهدف الخامس الشخصي له وثاني أهداف القرمة في مباراة اليوم. هدف رائع جدا. شوف الخطأ الدفاعي، بعد ذلك خطفها وضعها في الشباك. صعبة على حيدر باسم. يسجل ثاني أهداف القرمة في مباراة اليوم. لا شيء. محمد عدنان يبدو اللاعب البديل، تغيير اللي أجراء السيد أحمد خلف في فترة الاستراحة، وبالتالي يضاعف نتيجة اللقاء. محمد عدنان، السيد أحمد خلف. كرة تعود البرازيلي جيفرسون، ينقل له كرة لإشهاب، يتقدم، حاول يعدي، يمر، ينقلها لمحمد عدنان. دوحي ممكن كرة عرضية، هذه خطيرة بالروس. يا سلام، الله 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 يا عمارو. رأسية لا تصد ولا ترد، يضاعف من خلالها نتيجة المباراة. الله على هذا الهدف. وهذه جماهير القرمة، هذه جماهير صقور الغربية سعيدة مع هذه. أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، أجدد تحية معكم، ويسرني أن أنقل لكم الشوط الثاني لمباراة لحساب الجولة 25 من دوري نجوم العراق موسم 24-25. نفط البصرة طبعا يضيف نفط ميسان في لقاء نفطي خالص. ملعب الفيحاء في البصرة هو من يضيف هذا اللقاء. حسين عباس يترك المباراة ويشترك مصطفى عبد الجليل بأول تغيير لمدرب نفط البصرة سالم نيروز. الشوط الثاني لمن التحق بنا الآن، طبعا شوط المباراة الأول انتهى بتقدم النفط ميسان بهدف عن طريق علي لطيف. هذا اللاعب علي لطيف صاحب الهدف الوحيد. نفط ميسان سيلعب بالزي الأخضر وعلى يسار الشاشة، بينما بالأبيض نفط البصرة. طاقم تحكيم اللقاء بقيادة الحكم الدولي علي حسين علي، سعد وليد كامل ومصطفى عبد الرزاق حامد علي، وفي غرفة الفار فيد كريم وأكرم علي. توفيق للفريقين ولطاقم تحكيم اللقاء. وضعية الفريقين طبعا نفط البصرة المركز 17 23 نقطة، نفط ميسان المركز 12. إذا بداية شوط المباراة الثاني وصافرة الحكم الدولي علي حسين علي. الشوط الثاني تقدم للفريق الضيف نفط ميسان بالأخضر على يسار الشاشة بهدف لعلي لطيف. نفط البصرة وإجراء تغيير وحيد
الظهير الايسر. طبعا حسين عباس ترك المباراه لمصطفى عبد الجليل، فعلى ذلك سالم نيروز مدرب نفط البصره يلعب بمجتبى محمد بحراسه المرمى. خط الدفاع طبعا حسين فلاح، جوزيف اونجا، كرار جمعه ومصطفى عبد الجليل. هناك بالوسط حميد توريه، صادق زامل، اياد عبد فرحان، حسام مالك. بالمقدمه علي خليل، اسماعيل اورو. هكذا يبدا مدرب نفط البصره سالم نيروز، بينما مدرب نفط ميسان علي عبد الجبار بنفس الاسماء اللي بدا بها اللقاء. هجوم الان، المحاوله، حسام مالك قريب، اسماعيل اورو قريب جدا. محاوله لنفط البصره، نفط البصره يحاول عاد من الدفاعات. نفط ميسان وعلي عبد الجبار يلعب بحسن نجم بحراسه المرمى. خط الدفاع محمد سعيد، الكسندر يولي، حسين مطر، مصطفى محمد جبر. في الوسط ديبي داوود اللاعب السنغالي، لكن النيجيري ماتيو، سجاد جبار، علي لطيف، وفي المقدمه علاء سعد والنيجيري اوكيكي. وضعية الفريقين قبل اللقاء: نفط ميسان المركز 12 32 نقطة، 9 انتصارات، 5 حالات تعادل و9 خسائر لفريق نفط ميسان. سجل 26 واستقبل الشباك 30. بينما نفط البصرة 23 نقطة، مركز 17، 6 انتصارات، 5 حالات تعادل، 12 خسارة. سجل 16 واستقبلت شباكه 29. الكسندر يولي، نفط ميسان، عالية الكرة، المحاولة، اوكيكي قريب يحصل الكرة، ابعاد هذه المرة، اوجا عيد الكرة لكرار، راجع علي حميد توريه الى مجتبى، مصطفى عبد الجليل، عيد الكرة عالية، الكسندر يولي لعلاء، اوكيكي تقطع الكرة بها الوسط، حسام مالك، تمريرة من حسام، من هناك للجهة اليمنى عالية، سيف فلاح ووصلت لحسن نجم حارس مرمى فريق نفط ميسان. مهدد طبعا نفط البصرة، مركز 17 23 نقطة بعد كربلاء 18 بالمركز 18، 19 ديالة، وفي المركز الأخير الحدود 13 نقطة. كرة اللعب، محاولة، حاول إسماعيل، راجع الكرة، ابعاد من كرار، علاوة الصراع، راجع لجوزيف، حسام مالك التمريرة، مصطفى عبد الجليل عالية، المحاولة من هناك لآيات عبد فرحان، طالت الكرة إلى ركنية لنفط البصرة. آخر من لمس الكرة طبعا محمد سعيد، سلامة لعلاء سعد مهاجم فريق نفط ميسان بهذه اللقطة. مصطفى عبد الجليل باللقطة الماضية لاعب فريق زاخو بفترة من الفترات، هذا اللاعب. اياد عبد فرحان لنفط البصرة داخل منطقة الجزاء، بعد من حسن نجم، راجع الكرة من حسين فلاح إلى مجتبى محمد، أمامية الكرة. آخر 5 مباريات في نفط البصرة لم يحقق الانتصار، بشكل ممتاز، لكن تمركز جيد من حسن نجم
ما كانت قوية. شوف التوغولي ووصلت لحسن. آخر 5 مباريات لنفط البصرة لم يحقق الانتصار، تعادل 3 مرات سلبيا مع النفط كربلاء القرمة، وخسر مرتين من الكرخ 0-1 ومن الطلبة 0-2، وآخر مباراتين أيضا لنفط ميسان الخسارة كانت من الكرخ 1-2 ومن الشرطة 0-4. تمريرة أياد لم الكرة بشكل جيد لكن ضاعت. فكرتها جيدة ورائعة، التحركات السريعة والحلول. جوزيف أونيا يترك المباراة لحسن داخل، لاعب اللي سبق أن مثل النفط ولعب لنفط الوسط. هذا اللاعب حسن داخل، لاحظ المرور الممتاز من اياد عبد فرحان وعلت العارضه بقلب. فكرته رائعه باليسار وما كمل بهذه الطريقه. حره مباشره. هذا اللاعب ماثيو، لاعب النيجيري بصفوف نفط ميسان. سيف فلاح يلعب الكرة، حميد توريه. حسن داخل، لاعب اللي اشترك منذ دقائق، يلعب الكرة مع حسين فلاح. مصطفى عبد الجليل، حرة مباشرة وخطأ. حسن قريب، حسام مالك إلى الجهة اليمنى مع حسين فلاح. نفط البصرة حاول تصل لصادق زامل، التحضير مع حميد توريه لاعب العادي. وحسن تسديدة رائعة، حسن داخل يشترك منذ دقائق ويسدد كرة رائعة. حلوة المحاولة، حلول من خارج منطقة الجزاء. نفط البصرة هذا الموسم على ملعبه مباراة رقم 13، طبعا في 12 لقاء سابق فاز 5 مرات، 1-0 على الكرخ وعلى ديالة، 2-1 على الكهرباء، 2-0 على نبروز، 3-1 على الحدود، وهو آخر فوز لنفط البصرة كان في شباط. تعادل 3 مرات نفط البصرة، تعادل مع الزوراء والنفط وكربلاء سلبيا، وخسر نفط البصرة على ملعب 4 مرات، يعني خسر من القوى الجوية 1-2، 0-2 من الطلبة، الخسارة الأقصى كانت من القرمة 0-5، وخسر من زاخو 2-3. هذا يعني بأن نفط البصرة من أصل طبعا 36 نقطة على ملعبه حصل 18 نقطة وفقد 18 نقطة في رقم سلبي. المفروض أنت على ملعبك إن لم تفز أن لا تخسر. على أي حال الفريق والأرقام السلبية. كرار يلعب الكرة، حسن داخل يلعبها تمريرة من هناك لحسين فلاح، حسين قريب، كاكاو، وسام، اسماعيل اورو، تقطع الكرة، لاعب ماثيو داوودة يلعب الكرة، راجعة ماثيو، الكسندريولي مع مصطفى محمد جبر، علاء عيد الكرة
التمرير مع مصطفى. راجع لي على سعد. الكسندريولي مع حسين مطر. حسين مطر وغياب التركيز باللقطة الماضية وعدم الانسجام إلى تماس لنفط البصرة. هذا حسين مطر. مجتبى يعيد الكرة. حميد توريه. حسن داخل. تمريرة رائعة. اياد الله، حلوة من اياد فرحان. محاولة خطيرة لنفط البصرة لكن حسن نجم في الموعد. لاحظ يسارية وانقاذ من حسن نجم. الركنية الآن لنفط البصرة. هذه الكرة من حسام وخطيرة ومرت من الجميع إلى ركنية أخرى. ركنية أخرى لنفط البصرة. بدأ نفط البصرة ضغط المحاولات. هذا علي خليل لاعب الطلبة السابق. اياد عبد فرحان. نفط البصرة عالية وخطيرة. عاد من حسن. طبعا من الدفاعات راجعة مرة أخرى لنفط البصرة وسهلة جدا لحسن. محاولة كانت من إسماعيل أورو. لاحظ المحاولة. ضاعت. كرة اللعب. راجع الكرة. التمرير الآن. صراع وخطأ وبطاقة. سلامة لإياد عبد فرحان. بطاقة صفراء على لاعب نفط ميسان. حسين مطر. الكسندريولي قريب. نفط ميسان الموسم الماضي المركز العاشر 47 نقطة. أعتقد مركز كان جيد. أول ورقة يا سيد علي عبد الجبار. سجاد يترك المباراة. أكرم رحيم. ليس سجاد صاحب الهدف ترك المباراة. علي لطيف ويشترك أكرم رحيم. واضحة النوايا لعلي عبد الجبار يعني تقوية خط الوسط بالنسبة لنفط ميسان بالدفع لاعب الخبرة أكرم رحيم. بالتالي السيطرة على منطقة الوسط لنفط ميسان. حرمان نفط البصرة من هذه المنطقة الحيوية. حسين فلاح. نفط البصرة. التمريرة. المحاولة. أورو. إسماعيل. تحضير. محاولة. حسام لكن الخطأ. قطع من سجاد. كرة لي أوكيكي. راجع الكرة لمجتبى. حميد توريه في الوسط مع صادق زامل. راجع الكرة. حسن داخل. نفط البصرة. تمرير الآن. حسام مالك. نفط البصرة. المحاولات مساحة لعب فريق نفط ميسان. التمريرة. صادق يلعب الكرة. محاولات
قطع إلى ساعة من اللعب. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، 60 دقيقة التقدم لنفط ميسان بهدف علي لطيف، لاعب اللي ترك المباراة على حساب نفط البصري. هنا الخطأ على مصطفى عبد الجليل. تمريرة من أكرم. أوكيكي حاول ديمي داوود مع أوكيكي، تحضير، قطع للكرة، كرر جمعة أمامية لنفط البصرة، والمحاولة بعد من مصطفى محمد جبر بالوسط. سجاد أكرم رحيل، عيد الكرة، سندر يولي، نفط ميسان، غياب التركيز من على ساعة تماس لنفط البصرة. مصطفى يلعب الكرة، عبد الجليل بالوسط، ساب مالك مع كرار، جمعة لحسام كابتن نفط البصرة، التمريرة علي خليل، تحضير مع مصطفى عبد الجليل، راجع الكرة لصادق زامل، عودة لتوريه. صادق يحاول يبحث عن زميل، عيد الكرة، تغيير مزدوج للسيد علي عبد الجبار. لاعبين فريق نفط ميسان، لاعب عبد الله خلف سيشترك في الجهة اليسرى على ما اعتقد. اوكيكي على الكرة، وكان ديمي داوود السنغالي. فعلا محمد سعيد سيترك المباراة لعبد الله خلف، واللاعب مهاجم احمد زامل سيشترك. بصفوف فريق نفط البصرة. احمد زامل سيشترك، بديلا لأوكيكي النيجيري. وعبد الله خلف. طبعا احمد زامل لعب للزوراء والميناء ونفط البصرة، وثلاثة سيشترك. عبد الله خلف، وبطاقة. يعني كان المرة الأولى يعني محمد سعيد يخرج، وبالتالي حصل على بطاقة مجانية. لاعب فريق نفط ميسان عبد الله خلف يشترك. إذن أوكيكي، محمد سعيد، عبد الله يشترك، كرة إلى ركلة مرمى. لاعب أحمد زامل وعبد الله خلف. ثالث تغيير طبعا يجري المدرب علي عبد الجبار، مدرب فريق نفط ميسان. حاول طالت الكرة إلى التماس،
حسين فلاح قريب. محمود أحمد بديلا لأياد عبد فرحان. اعتقد قدم مباراة جيدة. محمود أحمد طبعا من صفوف فريق نفط البصرة راجع الكرة. كرة اللعب محاولة. أكرم يلعب الكرة. انطلاقة هذه المرة من على طالة إلى التماس لفريق نفط البصرة ليحاول بهذه الدقائق. كرة اللعب بها الوسط. ابعاد لي الكرة. محمود عيد الكرة. حسن داخل من هناك. سيف فلاح. نفط البصرة محاولة كان القطع من عبد الله خلف. تماس الآن. محمود محاولة لنفط البصرة. تحضير برة أخرى قريبة جدا. إبعاد حسين مطر راجع الكرة. مصطفى يتركها لحميد توريه. نفط البصرة التحضير. محمود أحمد وضاعت. إسماعيل أورو كان قريب مع علي خليل. ضغط كرار جمعة. مصطفى إلى حميد توريه في مكان صعب وإبعاد وتماس. سالم نيروز يريد أن يعدل مع نفط البصرة من خلال إجراء التغييرات، لكن علي عبد الجبار مدرب نفط ميسان يطمح لهدف ثاني لقتل المباراة. كرة طالت من حسن. حاول علي خليل لاعب فريق نفط البصرة لكن لا ركلة مرمى. هذا حسين مطر وهنا حسن نجم. 1-0 لنفط البصرة. طبعا مرتين بتاريخ لقاءات الفريقين. 2009 كان حسام كاظم وفي نفس الموسم كان علي جواد. هاي كانت لنفط البصرة بال1-0 لكن نفط ميسان 1-0 3 مرات. 2015 كان وسام سعدون وهناك نهاد محمد في 21 وفي هذا الموسم كان أوكيكي بال1-0. بالمناسبة وسام سعدون أكثر من سجل وزار شباك نفط البصرة. ست أهداف لوسام سعدون لاعب فريق نفط ميسان، بينما باسم علي لاعب نفط البصرة أكثر من زار شباك نفط ميسان ب4 أهداف. مناسبة ترى نفط ميسان على الرغم اشتراكه بالدوري الممتاز وظهوره في 2009 لكن قدم هدافا للدوري. وسام سعدون لاعب فريق نفط ميسان كان هدافا للدوري العراقي ب23 هدف في موسم 2017 2018.
الموسم اللي حصل به الزوراء على الدرع بقيادة أيوب أوديش. 2017 كان هداف للدوري، وسام سعدون ب 23 هدف. اسماعيل C'est bon Ismaël, c'est bon, c'est bon, c'est bon. اسماعيل اورو، كابتن غيكوب، كابتن غيكوب تسديده قويه، غيكوب. لاحظ يساريه خطيره لنفط البصره. يلا علاوي، تعال حسام، تعال حسام. هذا احمد زامل، حسين علي يشترك، علاء يترك المباراة، علاء سعد، Ismaëli, Ismaëli, restez ici, ne bougez plus, restez ici. Tu vas يترك garder, المباراة. أمامية الكرة، نفط ميسان، مهند حبيب، لاعب رقم 4 يشترك، ويشترك حسين علي. أخرج طبعا علاء سعد، وأخرج سجاد جبار. بالنسبة للمدرب علي عبد الجبار واضح النوايا، يلعب الآن ب5 مدافعين، طبعا أضاف لهم مهند حبيب، يلعب بمصطفى محمد جبر وحسين مطر ومهند حبيب والكسندر يولي وعبد الله خلف. حفاظ على الهدف الثمين. كرة اللعب، محاولة، مصطفى يلعبها عاد، انطلاقة من اليسار، تسديدة كانت من عبد الله خلف إلى الركنية. هذا عبد الله خلف اشترك بشوط المباراة الثاني، لاعب سبق أن مثل نادي القاسم ولعب للميناء لآسف نفط الوسط. ديمي داوودة الركنية، ابعاد، نفط البصرة، حميد توريه، أمامية الكرة، أورو، إسماعيل وإلى الركنية، ركنية لنفط البصرة. Cherchez premier poteau. ركنية لنفط Pour البصرة. chercher premier poteau. Viens premier poteau, premier poteau. ركنية لنفط البصرة، تلعب عالية داخل منطقة الجزاء، القطع من الدفاعات. محمود أحمد حاول بالكرة مرة أخرى، محاولة لنفط البصرة، عاد من مصطفى محمد جبر. الانطلاق الآن، حسين علي، نفط ميسان، التغيير من هناك، ديمي داوودة السنغالي، داوودة ينتظر، عبد الله خلف راجع الكرة، أكرم قريب مع ماتيو، الكسندر يولي مع مهند، مصطفى، والخطأ، حرة مباشرة، دقيقة 75. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، يبقى التقدم لنفط ميسان بهدف عن طريق علي لطيف.
على الهدف يكون عندنا 530 هدف في 244 مباراة. يبقى في صدارة الهدافين ميمي مهند علي 19 هدف، اللاعب زاخو كوستافو هنريك ب 16 هدف. أحمد زامل في صراع على الكرة، اللاعب اللي لعب للزوراء والميناء والنفط البصرة، بينما هنا اللاعب البديل حسين علي. هذا حسن داخل، اللاعب اللي اشترك بشوط المباراة. مهند حبيب نفط ميسان. احمد زامل راجع الكرة، حسين علي، مصطفى يلعبها الى حسين، نفط ميسان، وهناك دفع وخطأ على فريق نفط. حرة مباشرة لنفط البصرة. إذا ما فاز نفط ميسان سيترك المركز 12 وسيصل إلى المركز التاسع. تسديدة قوية لكن تصل لمشتبه. مصطفى عبد الجليل نفط البصرة، المحاولة طالت الكرة، طالت على محمود أحمد. أعتقد كان بالصورة عماد عودة مع الكادر التدريبي لنفط البصرة، المدرب اللي حقق إنجازات مميزة كان مع نفط الجنوب مع هذا الفريق. لاعب الدولي السابق عماد عودة، ولاعب الميناء ولاعب الزوراء، أشرف على تدريب عدة أندية، الأكثر كان مع الميناء ومع نفط الجنوب، لكن أكثر فترة كان مع نفط الجنوب. في أعتقد موسم من المواسم حصل على المركز الخامس أو السادس على ما أتذكر مع هذا الفريق. تمرير الآن، سامي يلعب الكرة، مصطفى نفط البصرة حاول، سهلة جدا من صادق زامل إلى الحارس حسن نجم. هذا صادق زامل لاعب فريق نفط البصرة. حاول الآن، شوف 500 و 545 دقيقة، يعني تتحدث عن 5 مباريات مع مع 80 دقيقة من هذا اللقاء. نفط البصرة لا يسجل، رقم سلبي على هذا الفريق. سادس مباراة إذا ما سجل، لكن ننتظر. وما الدقائق الأخيرة، حسن داخل يلعب الكرة مع حميد توريه، نفط البصرة للمباراة السادسة لا يسجل. ثلاث حالات تعادل، 0-0 مع النفط وكربلاء والقرمة، وخسارتين من الكرخ بهدف ومن الطلبة ب0-2، ولغاية الآن متأخر. مصطفى يلعب الكرة، صادق زامل نفط البصرة، قراءة جيدة، القطع حسين علي لاعب اللي اشترك بشوط المباراة الثاني لنفط ميسان، حاول يمر والتمس علي عبد الجبار. عشر دقائق على النهاية. علي عبد الجبار
التقدم بهدف لغاية الآن مدرب فريق نفط ميسان. البصرة الموسم الماضي كان مركز 18 34 نقطة طبعا، وتفادى الهبوط في مباراة البلاي اوف. فاز على نادي القاسم يومها 2-1 على رعد واثير صالح هم سجلوا له. وابقوا الفريق نفط البصرة في دوري النجوم. تدخل صادق زامل بالسلامة. محمود أحمد كان بالصورة اللاعب اللي يشترك، و كاكاو حسام مالك. والبطاقة بطاقة صفراء. على نيروز على الايام الجميله لهذا اللاعب. كان مشكل ثنائي رائع مع فوزي عبد السادة مع الطلبه 2001 في اخر لقب. ما كان ياخذ بطاقات مع الطلبه مع العنيق، لكن الان هو طبعا مدير الفريق والعصبيه واحد من اللاعبين المميزين. منطقة الوسط رائع جدا على نيروز. نجم الطلاب السابق. انطلاقة الآن علي خليل ينطلق، تمريرة محاولة خطيرة لنفط البصرة، لكن الإنقاذ من مصطفى. حسين علي نفط ميسان يلعب الكرة مع أكرم، قطع للكرة، حسن داخل نفط البصرة حاول أن يعدل. محمود قريب تمريرة، الكرة تصل لحسن. هذا اللاعب زيكي أرستوتي زيكي، لاعب من الكونغو بهدف وحيد على كربلاء، سيشترك مع فريق نفط البصرة. حميد توريه حسن داخل، حاول يلعب الكرة في الوسط. محمود تمريرة لنفط البصرة. حسن ينتظر الاسنان، وجد توريه. سام مالك رايعة مع محمود لحسام والخطأ. داوودة حسين علي، انطلاقة حسن تصل سهلة لمجتبى. حسين فلاح مع صادق، راجع الكرة كاكاو. حسام تمرير، محمود غياب التركيز. احمد زامل نفط ميسان، التغيير الى الجهه اليسرى. عبد الله خلف، داوودة مرت جيبي داوودة. دقائق الأربعة الأخيرة. الكسندريولي، محمود لحسام مالك. نفط البصرة يحاول، محمود
تغيير إلى اليمين، حسام قريب، تمريرة، أورو، مصطفى، تحضير مع حسن داخل منطقة الجزاء، نفط البصرة، والإنقاذ من الإكسندريو. لاعب الإيفواري هذا زيكي بديلا لعلي خليل. ربما في ورقة أخيرة لنفط البصرة. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، الإنقاذ حسن داخل، سيم فلاح حاول بالكرة عالية، عاد بن حسين علي راجعة لمجتبى، حسن داخل مع مصطفى، كاكاو، حسام مالك، حاول كرار جمعة لكن راجعة لتوريه، لاعب العاجي لحسن داخل من هناك، زيكي للاعب زيكي، لاعب اللي اشترك نفط البصرة قريبة جدا، والإبعاد هذه المرة الإكسندريول. دقيقتين الأخيرة على عمر اللقاء. حاول بالكرة صادق زامل يقطع الكرة، السنغالي عنده مباراة جيدة دي بداودة. تماس لنفط ميسان، عبد الله مزامل فقد الكرة، حسن داخل، تمريرة، حميد توريه على الطرف الأيسر يحاول، مصطفى، عبد الجليل، حسن داخل، الديربي النفطي لغاية الآن والتقدم لنفط ميسان. زيكي، مصطفى قريب، نفط البصرة يحاول أن يعدل، ابعاد من عبد الله خلف، داوودة كرار جمعة، سنلعب في الوقت بدل الضائع. كرة اللعب حاول محمود السنغالي، هجوم مرتد الآن لنفط ميسان، ديمي داوودة حاول يلعب الكرة، أحمد زامل تلعب حسين علي، لاعب البديل، ضاعت على فريق نفط ميسان. علي عبد الجبار عصبي جدا، نتيجة الدقائق الأخيرة ما كان مهاجم، علي عبد الجبار كان مدافع بالقوة الجوية، وصاحب أسرع هدف في الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية، أعتقد 32 ثانية في المباراة اللي 3-3 بين الفريق بين الزوراء والقوة الجوية. حسام مالك، نفط البصرة، زيكي، صادق زامل، حميد توريه بنفس الطريقة بنفس الستايل، ما حاولوا عن نفط البصرة أمام الدفاعات الممتازة لنفط ميسان. نلعب في الوقت بدل الضائع.
كرة تلعب، حاول كاكاو اسماعيل، تسديدة، كاد أن يسد حسن نجم إلى الركنية. 557 دقيقة، 6 مباريات زائد 17 دقيقة، ونفط البصرة لا يسجل. محمود عالية داخل منطقة الجزاء، حسام مالك قريب، زيكي داخل منطقة الجزاء، ابعاد من الدفاعات من مهند حبيب قريبة جدا. أكرم رحيم حاول، والبطاقة الصفراء هذه المرة. سلامة ماثيو، اعتقد البطاقة الصفراء كانت على صادق كامل. رقم سلبي ما يقارب 560 دقيقة، 6 مباريات، 20 دقيقة، هذا عدد الوقت بدل الضائع في كل مباراة. الفار، هل هناك شيء؟ حكم الدولي علي حسين علي. « 108 بطاقة صفراء، عنده 9 حالات طرد واكتسب 11 ركلة جزاء في 19 مباراة أدارها كحكم موسم. لا وجود لي شيء. لما فاز نفط ميسان سيفك الشراكة من 22 لقاء، 8 انتصارات لكلا الفريقين، تعادل حضر 6 مرات. حاول الآن تسديدة من داوود، وكانت من ماثيو نيجيري. عبد الله خلف من هناك، تماس نفط البصرة يبحث، حسين فلاح زيكي، تمريرة، صراع، محمود يلعب الكرة، راجعة والتماس. مزامل كان قريب. نفط البصرة والمعاناة، 6 مباريات لا يحقق الانتصار، 6 مباريات لا يسجل. اللقاء القادم مع القوى الجوية في بغداد، بينما نفط ميسان سيضيف الكهرباء. عبد الله خلف حاول بالكرة، تقطع الآن من حسين فلاح. حسين يلعب الكرة مع حسن داخل في محاولة. زيكي، تمريرة، حسن داخل، نفط البصرة يحاول التغيير الجهة اليسرى، حميد توريه، محمود، تمرير، صراع وحرة مباشرة والخطأ. حرة مباشرة وخطأ لنفط البصرة، قد تكون الكرة الأخيرة باللقاء. علي عبد الجبار، نظرة على المباراة، مدرب فريق نفط ميسان. يبقى التقدم بهدف لنفط ميسان عن طريق اللاعب اللي ترك المباراة، علي لطيف. كاكاو، حسام،
هل سيفطر نفط البصرة بعد 6 مباريات؟ عالية الكرة تصل لي حسن نجم. حسن نجم، نفط ميسان في طريقه للانتصار العاشر، ونفط البصرة في طريقه الى الخساره رقم 13. يبقى يعاني نفط البصرة ديربي النفطي. الدقائق الأخيرة، حميد توري يبعد الكرة بالوسط، حاول اسماعيل خطأ. المباراة خلاص، وبطاقة على حسام مالك، بطاقة صفراء. حسام مالك الكابتن لاعب الخبرة وصافرة الحكم الدولي علي حسين علي تنهي اللقاء بفوز طبعا نفط ميسان على حساب نفط البصرة بهدف عن طريق علي لطيف. نفط الميسان طبعا يصل إلى النقطة 35 وإلى المركز التاسع في دورينا. فرحة جماهير نفط ميسان بهذا الفوز، مبروك لنفط ميسان، هارد لك نفط البصرة. التقيكم مباريات قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.